السلام عليكم. معاكم احمد قطب وحلقه جديده من مراجعه سريعه على البورصه. هنراجع النهارده على السوق، على المؤشرات الرئيسيه جي اكس 30 اي جي اكس 70، وعلى اربع اسهم كان الافراد مركزين جامد معاهم النهارده: اوراسكوم استثمار، اوراسكوم ماليه، سبيد ميديكال، ومدينه مصر. نبدا بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اي جي اكس 30. النهارده المؤشر الرئيسي اكد على الصعود طول ما احنا فوق 30500 حاليا، فمفيش اي مشكله. اي هبوط هو فرصه للشراء، مفيش اي داعي للخوف. طبعا مش كل الاسهم طلعت، احنا عارفين لسه مش كل الاسهم اكدت على صعود السوق، لكن الاسهم اللي اشتغلت بتاكد على نهايه التصحيح ان شاء الله. الفوليوم كان كويس والاداء كان كويس خاصه في بدايه الاسبوع. اي جي اكس 70 النهارده اكد صعود السوق، لانه امبارح ما كانش صعد جامد فكان في تخوف، لكن النهارده فوليوم محترم وشمعة قوية. وهو دلوقتي طول ما احنا فوق ال 7000 فاحنا كده في امان، مفيش اي مشاكل، يعني تقدر تشتغل في السوق بدون اي مشاكل ان شاء الله. نبدا راسكم ماليه. تالت جلسه على التوالي راسكم ماليه تصعد. كنا فتحنا على الجروب الخاص صفقه، وان شاء الله يتم هدفنا على 36 قرش 36 قرش و5 مليم. حاليا السهم ايجابي جدا، كويس للناس اللي عايزه تخش فيه. واقف خساره لو انت دخلت فيه دلوقتي 34 قرش. طول ما هو فوق ال 34 ان شاء الله يوصل للهدف اللي هو 36، مكسب حوالي 6%، في حاجه محترمه جدا وكويسه. فوليوم محترم دخل النهارده، يعني في مشتري ظهر، والسهم ليه مستهدفات عاليه جدا زي ما اكدت قبل كده، لانه عدد الاسهم فيه قليله بعد صفقه استحواذ بي انفستمنت عليه، فبقى حركته سهله في السوق. او اي اتش راسكم استثمار. طبعا هو وصل هنا للقاع 40 قرش وطلع النهارده ظهر المشتري فيه. محتاجين نقفل بكره فوق ال 41 قرش و5 مليم عشان نقول ان احنا فعلا اكدنا. لو قفل فوق يبقى انت كده عندك وقف خسارتك، اللي هو القاع بتاع الشمعه دي اللي هي 41 قرش. قفل يبقى انت عندك كده 42 و45 كاهداف مبدئيا. السهم كويس جدا، قوي جدا، مستهدفه عاليه جدا، بس عيبه عدد الاسهم كبير، وده مأثر عليه طبعا في الصعود، محتاج صبر. بعد كده عندنا مدينه مصر. يمكن من الاسهم اللي انا اكدت عليها من شهرين ثلاثه يا جماعه: مدينه نصر، مدينه مصر، مدينه مصر. والحمد لله ما ربنا ما خيبش ظني، الحمد لله. السهم صاعد بطريقه كويسه جدا بزاويه حوالي 45، يعني ما بلاش ان هو صاعد قوي بس طلع بالراحه. هيختبر القمه نزل عندها قبل كده عند 4 جنيه و50 قرش. النهارده زي المشترك قوي، لو عايز تدخل يبقى في خسارتك 4 جنيه 24 قرش. طول ما هو فوق يوصل ل 4 جنيه ونص و4 جنيه و70 قرش. هم سندات السهم كبيره، يعني احنا بنتكلم في 5 جنيه دي ان شاء الله ممكن يوصلها في اكتوبر او في نوفمبر باذن الله ان شاء الله، مع مراعاه الالتزام بوقف الخساره. اهم حاجه يا جماعه عشان بس يبقى ايه، واقف، يعني لازم وقف الخساره ده اساسي، ما فيهوش جدال. سبيد ميديكال طبعا السهم كان شكله كده هو صاعد بس بزاويه قليله جدا، فما يبانش على صعوده. ما بقاش فيه فوليوم زي زمان، بس في مشتري دخل، في حرك ايجابي، معنى ان هو دلوقتي عدى 36 قرش وفوقها، فهو كده مستهدفاته كويسه جدا، ما عندوش مشكله. يبقى حضرتك لو اشتريت يبقى تحط 36 قرش عندك هو هدف. عندك اهم مقاومه دلوقتي 42 قرش، يعني ممكن تاخد من 36 ل 42 دي تريده محترمه جدا وشبه مضمونه وكويسه جدا، بدل ما يكسرش الايه ال 36 و7 مليم. خلاص انت كده في الامان. حركه السهم اتوقع انها تبقى سريعه بقى، وتتحرك مع باقي القطاع الطبي. ان شاء الله بالتوفيق للجميع. لو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه، واسالك بالدعوه بزر الغيب، واستناني ان شاء الله في حلقه جديده في مراجعه للسوق. كان معاكم احمد قطب، عضو الجمعيه المصريه للمحللين الفنيين ومحلل فني في البورصه المصريه. السلام عليكم.